اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوات ينفك بها الكرب وينزال بها الهم ويستجاب بها الدعاء ويرفع بها البلاء. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ويا رب تبقوا كويسين. فيديو النهاردة من الحاجات المميزة أو من الأيام المميزة جدا 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 في حياتي. لسببين. السبب الأول ده النهاردة عيد ميلادي، يعني الفيديو ده متصور يوم 3/9 وده تاريخ عيد ميلادي. آه فيا رب دايما كده ايه، يعني عام سعيد ان شاء الله عليا. وتاني حاجة ان انا عرفت نوع البومبينو بتاعي النهاردة. فالفيديو ده انا كنت نازله النهارده عشان الدكتور يعني وكده ونشوف نوع البيبي، وكان موافق بالظبط ان هو ده يوم عيد ميلادي. فيوم ايه يعني بالنسبه لي سبيشال كده. فطرت طبعا وكل حاجه وظبطت ودخلت نمت عادي، يعني البيت الحمد لله كنت مظبطه الدنيا من امبارح. عنديش بس غير حاجه واحده، ان انا هنزل وهرجع بالليل. فهرجع بالليل دي المفروض ان احنا عايزين نتغدى غدا بقى بره. طبعا لا لا لا، وخصوصا في فتره المصيف دي، علشان كل مطاعم يعني في اسكندريه بالنسبه لي انا ما اقدرش اكل منها بصراحه حاليا في الفتره دي عشان ضغط الشغل وكده، فما اقدرش. فقلت خليني كده اعمل صينيه نجريسكو. سلقت المكرونه، حطيت لها بس ملح وزيت، ما حطيتش اي حاجه تاني. وعملت الفراخ كنت متبلاها من امبارح، حطيت لها بس فلفل اسود وشويه بسيطه من بهارات الكبسه بتاعه الفراخ بتاعه فتح الله. فرمت عليها بصلايه ونزلت عليها بالزيتون وملح وفلفل وبس، ما عملتش اي حاجه تاني. جيت هنا بقى على البشاميل، حطيت كام تقريبا 3 معالق دقيق على 3 معالق سمنه، ونزلت بقى عليهم بفلفل اسود وبرده سنه من بهارات الكبسه بتاعه فتح الله، مش اللي هي بتاعه كارفور، عشان بتاعه فتح الله طعمها احلى من بهارات الكبسه بتاعه كارفور. وهبدأ كده انزل كده على الروب ده باللبن. هو الروب بصي، الروب اللي هو السمنه والدقيق ده مع بعض هنا دلوقتي سخنين، فهنزل باللبن عليهم ساقع. بحب انزل كده بكوبايه كوبايه، وممكن اقسم الكوبايه كمان على 2 عشان ما يكلكعش معايا. ومعايا هنا مضروب البشاميل اللي هو بتاع ايكيا، حلو جدا. باستخدمه يعني كويس معايا في الاستخدام، بس برضو عامة يعني لو البشاميل جالكع منك او حاجة عدي كده من المصفى هيشيل كل التكتلات اللي فيه. انا قلت بقى خليني يعني بما اننا هنكونوا جايين جعانين، وفعلا احنا كنا جايين واقعين من الجوع. فقلت خليني اعمل ايه، اجهز صينيه النجريسكو واحطها مثلا في التلاجة، ولما اجي ابقى احطها على طول مثلا في الفرن عقبال ما نكون بقى غيرنا هدومنا وكده. فقلت يعني خليني اجهزها. انا بحب جدا احط معلقه سمنه كده في القاع بتاع الصينيه، علشان بتخلي القاع بتاع قطعه البشاميل كده لونه حلو كده وبيديها ريحه لطيفه قوي. فحطيت معلقه سمنه بلدي وهنزل عليها كده بمعلقه من البشاميل، هوزعها برضو في الصينيه وهبدا بقى انزل كده. انا يعني نقلت البشاميل بتاعي في اسمها ايه، اللي هي الكاسرولة بتاعه اللبن دي. وقلبت يعني المكرونه في الحله اللي هي بتاعه البشاميل، يعني منها تمسح الحله، ومنها ان المكرونه برضو تبقى ايه، تبقى فيها بشاميل. احنا بنحب بشاميل اكتر من كده شويه، بس انا بقى ايه، كنت مستعجله وكنت يعني كنت تعبانه يعني وكده شويه، فدخلت نمت نوم عميق. يعني صحيت لقيت نفسي متاخره، فاللي هو انا عايزه اعمل مكرونه بسرعه. بس هحط بقى في النص كده كماني مع الفراخ هحط جبنه. دي جبنة اسمها ايه، اسمها الريف الدمياطي. لسه اول مرة اجربها، بس يعني مش هحكم عليها. ليه مش هحكم عليها؟ لان احنا كنا مستعجلين جدا على المكرونة، فهي ما قعدتش في الفرن بما فيه الكفاية. يعني مش اللي هي بقى ايه كنت تشديها من جوه بقى، انا حاطه جبنه كتير زي ما انتم شايفين، بس مثلا ما عطتنيش المطه اللي انا متعوده عليها مثلا. لان انا بحب احط الجبنه. دي جبنه رومي مبشور. بحب احط الجبنه في وسط المكرونه، ما بحبش احطها على الوش، بحسها على الوش بتنشف، لكن ما بين الطبقات كده بتديكي حاجه جوسي يامي قوي يعني. فهي ما قعدتش في الفرن بما فيه الكفايه، لان احنا كنا 3 افراد واحنا التلاتة كنا واقعين من الجوع كده اهو. ف يعني عطيناها لون من فوق اكتر، ومن تحت ما كانتش مستويه، اللي هي يعني كان لونها مبيض كده شويه. بس برضه هحط شويه من الجبنه كده فوق على الوش، وهنزل عليها بالبشاميل.
لو حطيتي الجبنة على الوش كده مباشرة بتحسي ان الجبنة بتحروق كده من فوق وبتنشف، لكن لما تغطيها ببطبقة البشاميل دي بتديكي مطة حلوة قوي للجبنة. دي حاجة انا مجرباها ومقتنعة بيها كام مرة. فانا مقتنعة بالنقطة دي جدا. بس هحط بقى البشاميل اللي فوقيها واغطي كده الجبن ودخلتها بقى التلاجة. انا بصراحة كنت بحب الطواجن البايركس لان يعني شكليا انا بحبها اكتر من الالومنيوم مثلا في الاكل وكده. ولكن ما عنديش صينية بايركس مقاسة، دي اللي هي الصينية رقم 2 في الثلاث صواني. بس كده بقى بالنسبة لي خلاص الغدا بقى جاهز. هبدأ بقى ان انا اكوي هدومي بقى كده واظبط حالي، خلاص كنت متأخرة بصراحة. فدخلت طبعا كده اكوي هدومي. حاجات بقى لازم تعمليها قبل ما تطلعي من بيتك فعلا. لو خارجة برا لازم تأكدي ان مطبخك او بيتك نظيف بدرجة كبيرة، لان انتي في الطبيعي هتكوني جاية من برا هلكانة جدا. حتى لو انتي خارجة الفسحة هتكوني جاية من برا هلكانة، ممكن يكون معاكي مشتريات او اي حاجة فهتحسي ان البيت اتكركب. آه وده فعلا اللي حصل معانا. وطبعا لازم تقفلي الغاز ولازم تقفلي المية. باخاف جدًا من حوار الغاز والمَيّة ده. أخاف مثلًا أكون ناسية مثلًا حنفية مفتوحة شوية أو حاجة، آجي ألاقي الدنيا غرقانة مَيّة. أخاف مثلًا من حوار الغاز جدًا، ربنا يكفينا ويكفيكم شر فواجع الأقدار يا رب. فلازم أقفلهم وأنا ماشية. وفعلًا ده اللي حصل، إن إحنا كنا راجعين كنا هلكانين جدًا. كان معانا ما شاء الله مشتريات وحاجات كتيرة أوي. بقينا حطينا برّه حبّة على السفرة اللي في الصالة اللي هي في الreception، وحبة على السفرة اللي هي في المطبخ اللي هي ترابيزة المطبخ. فخلاص يعني مفيش مكان ان احنا نقعد فيه. وخلاص احنا مش قادرة الم اي حاجة مثلا من على السفرة، رغم ان انا كنت ماشية البيت ما شاء الله فل شمعة منورة. فجبت الصينية كده الاستانلس وقعدت لهم على الارض، اللي هو كل واحد عملت لكل واحد طبق وكل واحد بقى قاعد بياكل في البلكونة وانا قاعدة بقى كده على الارض زي الفسيخة كده اهو. جبت بقى هدوم للبيبي النهارده هوريها لكم الفيديو الجاي، وكمان اكون جبت عليها هدوم تانية بحيث ان هو لو في اي مامي مثلا بتستعد بقى لولاد او حاجه زي كده، ربنا يكمل لنا على خير يا رب ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه عاجلا غير اجلا اللهم امين. وده عنوان المحل. اسمه كوكو بي في 45 ناصية شارع 5. تمام. وكمان ليه صفحة على الفيسبوك تقدروا تشوفوا الموديلات بتاعتها وفي توصيل في أي مكان. بس كده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. أستودعكم في رعاية الله، مع السلامة.